البمبوزة ليها فوائد غير طبيعية للطيور بتاعتنا. بتحتوي على كميات عالية جدا من الفيتامين ومن البروتين ومن الأملاح المعدنية، رهيبة جدا في زيادة الأوزان. هتوصل الطيور بتاعتنا لأوزان عملاقة في خلال وقت قصير جدا، وكمان بتزود معانا من إنتاج البيض، وغير طبيعية في زيادة محصول البيض. الدنيا هتمطر عليك بيض بعد ما تستخدم البمبوزة للطيور بتاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض روتين سهل وبسيط، وهنشرح فيه فوائد البمبوزة، وكمان هنستخدم البمبوزة للطيور بتاعتنا. البمبوزة دي رهيبة جدا في زيادة الأوزان، بتوصل الطيور بتاعتنا لأوزان عملاقة في خلال وقت قصير جدا، وكمان رهيبة جدا وغير طبيعية في زيادة إنتاج البيض. لو الفراخ بتاعتك عمرها 3 شهور، 3 شهور ونص، 4 شهور، ولسه مبدأتش تبشر معاك، افضل حل ليك ان انت تستخدم البمبوزة للفراخ البلدي بتاعتك، لان هي رهيبة جدا في زيادة الاوزان. وكمان لو البط بتاعتك اتأخرت شوية، عدت ال5 شهور ولسه ما بيضتش، فتحط لها البمبوزة، هتلاقي انتاج في البيض غير طبيعي، وكمان حجم البيضة هيبقى كبير جدا. البمبوزة بتحتوي على كميات عالية جدا من الفيتامين ومن البروتين، من الكالسيوم، من الأملاح المعدنية، اللي فيها فوائد غير طبيعية للطيور بتاعتنا. وكمان بتفتح الشهية وبترفع المناعة، بتعزز المناعة للطيور بتاعتنا، وبتديهم أداء للجهاز المناعي قوي جدا، بتحسن أداء الجهاز الهضمي، وكمان سهلة الهضم، وكمان بترطب على الطيور بتاعتنا. البمبوزة دي ليها فوائد غير طبيعية، غنية جدا بفيتامين سي وفيتامين ألف وفيتامين اي، وغير كده ان هي فيها فيتامينات متعدده، بس الفيتامينات اللي موجوده بكميات عاليه هي فيتامين اي وفيتامين ا وفيتامين سي. البمبوزة بتحتوي على مضادات للأكسدة، بتعزز المناعة، ومضادة للبكتيريا والفطريات، بتحسن أداء الجهاز الهضمي، ورهيبة جدا في زيادة الأوزان وزيادة إنتاج البيض. هنشوف إنتاج من البيض ما شفناهاش قبل كده بعد ما نستخدم البمبوزة للطيور بتاعتنا. هتوصل البط لأوزان عملاقة والطيور بتاعتنا. البمبوزة بتحتوي على كميات عالية جدا من الفيتامين. تعالوا بينا نعرف ايه هي الطريقة اللي هنحضر بيها البمبوزة. اول حاجة هنجيب معانا ربع كيلو من البمبوزة، هنفرمه كويس جدا في الخلاط بالنوايا بتاعته، لان النوايا بتاعته بتبقى طرية جدا فبتتفرم معانا بسهولة جدا. هنجيب ربع كيلو من البمبوزة، هنفرمه وهنحطه على 2 لتر من المية. ربع رتل من البمبوزه ده ما بنحطش عليه اي ميه ولا اي حاجه، بيبقى خام مفيش عليه ولا نقطه ميه. بنفرمه، وبعد كده بنجيب الربع رتل البمبوزه بنحطه على 2 رتل من الميه، وشوف ايه الفوائد بقى اللي هتطلع لك من البمبوزه. اول حاجه البمبوزه بتعزز معانا المناعه، لانها بتحتوي على كميات عاليه جدا من الفيتامين، ابرزهم فيتامين سي وفيتامين ا وفيتامين اي، وكمان مضاده للبكتيريا وللفطريات، بتحسن اداء الجهاز الهضمي، بتفتح الشهيه، وسهوله جدا في الهضم بتاع العلفات اللي احنا بنقدمها للطيور بتاعتنا. واول حاجه وقيه جدا من ارتفاع ضغط الدم، ووقيه من التصلب الشرايين. بتحتوي على نسبه من الفيتامينات، من البروتين، من الكالسيوم، من الاملاح المعدنيه والمعدن غير طبيعيه، بتحتوي عليهم بكميات عاليه جدا، المفيده بشكل كبير جدا للطيور بتاعتنا. تاني حاجة ان هي بتعالج معانا الاسهالات الشديدة اللي بتيجي معانا بقى نتيجة عن اي مرض جالهم خلال دورة التربية، او نتيجة عن نزلات معوية او نزلات برد شديدة للطيور بتاعتنا. فالبموزة دي بتقضي على الاسهالات الشديدة، جميع انواع بقى الاسهالات، اذا كان اسهال احمر مدمم، اسهال بني غامق، اسهال بني فاتح، اسهال من اللي هو الشفاف ده، اسهال ابيض، اسهال اسود، بتقضي على جميع انواع الاسهالات. وبتحتوي على مضادات للأكسدة اللي بتطرد من جسم الطيور بتاعتنا أي فيروسات أو أي بكتيريا موجودة في جسم الطيور بتاعتنا، بتحافظ على الجهاز الهضمي، وبتعمل على تقويته. دي نوايا صغيرة دي بنقطعها على الأكل بتاع الطيور. يعني البمبوزة احنا بنفرم البمبوزة عادي، لو بقى احنا أكلنا البمبوزة والنوايا بقى اللي فاضت من البمبوزة دي هنعمل بيها ايه؟ طبعا مش هنرميها، احنا عندنا طيور بنستفاد من كل حاجة بتفيد مننا. أول حاجة هنجيب البمبوزة دي، نوايا البمبوزة، وهنقطعها بالسكينة لان هي طرية جدا،
وهنحطها على العلفات اللي احنا بنقدمها للطيور، وهتشوفوا بقى زيادة في الأوزان الغير طبيعية. بسم الله ما شاء الله، البط بتاعكم هيوصل معاكم ل9 كيلو في خلال 3 شهور ونص، بس لو مشيتم التربية على يعني مثلا كل أسبوع نديلهم مشروب البمبوزة كده، كل أسبوع نديلهم مشروب البمبوزة، هتلاقوا زيادة في إنتاج البيض الغير طبيعية، وكمان زيادة في الأوزان العملاقة. البط بتاعك، الفراخ الساسو، الفراخ البلدي، الفراخ الرومي، أي حاجة موجودة عندك، الفراخ البيضة برضو هتوصل معانا لأوزان غير طبيعية للطيور، لان ده بتحتوي على كمية عالية جدا من الفيتامين، من البروتين، من الكالسيوم، من الاملاح المعدنية، مفيدة جدا للطيور بتاعتنا. وغير كده ان هي بتعالج الاسهالات الشديدة، واقية من ارتفاع ضغط الدم، يعني كمان بتحمي الطيور بتاعتنا من ارتفاع الدم يطلع عندها او يرتفع، وكمان بتحمي الطيور بتاعتنا من ان يجيلها تصلب في الشرايين، بتعزز المناعة، وبتحتوي على كميات عالية جدا من الفيتامين، من البروتين. ابرزهم بقى ايه الفيتامينات اللي موجودة بكميات عالية في البمبوزة: فيتامين سي، فيتامين الف، فيتامين اي، مضادة للبكتيريا وللفطريات، بتطرد اي بكتيريا واي فطريات موجوده في الطيور بتاعتنا، مضاده للسموم، بتطرد زي ما احنا عارفين لو احنا بنستخدم العلف للطيور بتاعتنا، فالعلف بتبقى السموم زايده فيه شويه في فصل الصيف، فالبمبوزه دي بقى بتطرد اي سموم موجوده في الدم بتاع الطيور بتاعتنا، نتيجه بقى عن اي مرض خلال دوره التربيه، نتيجه عن السموم الزايده في العلف، نتيجه عن اي حاجه بقى هي بتنظف الدم بتاع الطيور بتاعتنا من البكتيريا، من الفطريات، من الدم المسمم، من اي حاجه موجوده في الدم بتاع الطيور بتاعتنا غير مرغوب فيها، فهي بتطردها. وغير كده ان هي بتقتل البكتيريا الضاره، بتنشط البكتيريا النافعه اللي بتنمو في الامعاء، بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الفيتامين، بتعالج الاسهالات الشديده الناتجه عن نزلات معويه خلال دوره التربيه الشديده، او نزلات برد. يعني مثلا الاسهالات دي بتيجي عن ايه؟ بتيجي عن مثلا التسمم، الدم السموم عالت فيه جدا، فبيجيب للطيور بتاعتنا تسمم. اكل بايت فبيجيله اسهال، اكل يعني مثلا اي حاجه غير مرغوب فيها فهي بيجيله اسهال، او بيجيله نزلات معويه فبتجيب له برضو اسهال. البمبوزه دي بتعالج الاسهالات الشديده، وكمان بتحمي الطيور بتاعتنا من ان عادي يجيلها اسهال تاني. بتحتوي على مضادات للاكسده بكميات عاليه جدا، بتحافظ على الجهاز المناعي، وكمان بتعمل على تقويته، يعني بتحافظ على صحه الجهاز المناعي، وبتعمل على تقويته وقوته وكده، وبتدي للطيور بتاعتنا مناعه غير طبيعيه. والنواه الصغيره بقى زي ما قلت لكم دي بنقطعها وبنحطها على الاكل للطيور بتاعتنا، هنشوف بقى زياده في الوزن الغير طبيعيه، زياده في انتاج البيض الغير طبيعيه، زياده في رفع المناعه وفاتح الشهيه وسهله الهضم وتحسين اداء الجهاز الهضمي، وكمان فيها يعني فوائد غير طبيعيه للطيور بتاعتنا. البمبوزه دي يعني مكون غير طبيعي موفر جدا، يعني كل بمبوزه تقريبا ب10 جنيه، بس البمبوزه دي انا جايباها من على الشجر، يعني انا مش شارياها ولا دافعه فيها جنيه واحد. هنزود وزن الطيور بتاعتنا، هنزود معانا من ارباحنا، وكمان هنوفر وقت وهنوفر مجهودنا، وهنطلع تربيه الطيور بتاعتنا 10/10 خلال وقت قصير جدا. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بشكل كامل، ولو استفدتوا منه فحطوا لي لايك علشان ينتشر يوصل ناس كتيره جدا ويستفادوا منه باذن الله. ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.